معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. عارفه موضوع القطط وتربيه القطط، كنت دايما بستغرب الفكره بتاعت ليه نتجه للاتجاه ده في حين ان احنا مربيين كائن مش بيسمع الكلام، اللي هو اما بتقول لها تعالي بسبسناو ما بتجيش بسبسناو، تعالي يا بوسيكات تنك اصلا ما بتجيش بوسيكات. طب احنا مربينها ليه؟ انا كنت دايما عندي علامات استفهام في الموضوع ده. ليه بنربي القطه في حين ان احنا اصلا بنفتقد التواصل معاها؟ ما هي مش فاهماك بس هي فاهماك. مين قال بقى ان هي سامعه او مش سامعه او سامعه وبتتنك؟ فاهمه؟ لا هي عامه. طب ما هو القطط من زمان من ايام الفراعنه وهي كوين، بتاكل وتنكر. هي يا بص بقى ما اعرفش بقى، بس من صحابي اللي مربيين قطط اسمع الموضوع ده يعني، وبسبعة ارواح بتنط على المسافات. لا 7 ارواح دي طلعت اكذوبه برضو، اكذوبه والله. لا دي اكذوبه انا تاكدت منها. طب ما تيجوا نشوف الدراسات بتقول ايه. يلا قول لنا. هقول لك، ناس كتيره كانت فاكره زيي ان القطط مش فاهمه لما بنكلمها، لكن الفكره دي طلعت مش مظبوطه. ليه بقى؟ لان في دراسه يابانيه اتعملت بتقول ان القطط فعلا بتفهم انك بتكلمها، بس هي اللي بتختار تفكس لك. كوين اللي هو ما حرك شفايفك عشان مش شايفك بالظبط. الباحثين لقوا ان القطط مش كائنات بارده زي ما الناس متخيله. لا هم باردين جدا، بالعكس هي تنكة، هي مش بارده، هي تنكة. بتكون علاقه قويه مع صاحبها وبتحبه. وحتى في دراسات قبل كده اتقال انها احيانا بتفضل اللعب مع صاحبها عن الاكل. اللي هو لعبني، ما هو القط يحب خناقه. ايوه ازيك؟ لا دي معروفه بقى. ماشي ايه معروفه. وكمان صاحب القطه لما بيغيب القطه بتبقى يعني في حاله كده وحشها كده انت فين يا قطه؟ في التجربه دي جابوا 16 قطه، شغلوا لهم تسجيلات بصوت اصحابهم وهم بينادوا عليهم باساميهم. يعني سجلوا للناس وهي بتنده على قطتها بالاسم بتاعها، الو ايوه ماشي سجل معاك. جابوا 16 قطه هيبقوا 17 قطه شكلهم ولا ايه يا قطه؟ ماشي. جابوا 16 قطه، شغلوا لهم تسجيلات بصوت اصحابهم وهم بينادوا عليهم باساميهم. يعني يا لاسي كده، يا توتي، ايوه يا بوسي. دايما في اسامي القطط كده بتبقى حاجات ثابته. هي بوسيكات كيتن، قطتي دمها شربات بالظبط. بوسيكات لا قطتي. ماشي. اغلب القطط بدات تبان عليها ردود فعل زي انها بتوجه ودانها ناحيه الصوت، اللي هو ايوه اؤمر، ايوه حضرتك بتندهني انا هسمعك، ده من غير ما صاحبها يكون موجود. مجرد ان هم شغلوا صوت صاحب القطه هي انتبهت وعملت ودنها كده، قال يعني بس ايه؟ بس هتجاهله. لا ده علشان الصوت بس صاحبها مش موجود، فهم بيجربوا لو سمعتي صوت صاحبك هتتجاوبي ولا لا. طلعت بتتجاوب، بتعمل كده ايوه. المهم يعني لكن اهتميت؟ اول لما الصوت ده بينطق نفس الاسم ولكن بصوت غريب، حتى لو بينادي بنفس اسمها ما اعرفكش، القطط كانت بتتجاهل تقريبا ومفيش رد فعل واضح. يعني لو بتقول لها يا بوسي بس بصوت حد تاني غير صاحبها مش هتبقى بوسي. بوسي زعلانه كده، بوسي زعلانه والله. كمان جربوا حاجه تانية، شغلوا جمل زي عايز تلعبي او عايز تاكلي هم النم بنفس الصوت بتاع صاحب القطه، لكن مره بنبره بيكلم بيها القطه ومره بنبره عاديه بيكلم بيها انسان. يعني اللي هو اللي عايزه تلعبي دي كانت عاديه، انما بتاعت القطه كانت عايز تلعبي كتاكيتو حاجات كده. عارفه التون ده اللي هو أيوة. يلا يلا نلعب مع بعض. فاهمك. القطط ما بتتفاعلش غير مع النبره اللي موجهه ليها هي. يعني لازم يبقى كلامك وحديثك موجه للقطه بشكل شخصي. يا تكلميني يا مش هرد عليك. بص لها في عينها معلش بقى انت يا قطه جريئه، لكن بتكلمي غيري وعايزاني انا اتكلم وارد. جريئه قطه ما اعرفكيش اصلا. ده بقى معناه ايه؟ قال لك ان القطه مش بس بتميز صوت صاحبها، دي كمان بتفهم طريقه الكلام الموجهه ليها تحديدا. يعني الكلام ده موجه ليا ولا مش موجه ليا. هي القطط بتفرق وبتعرف تفرق بينها وبين الكلام العادي. ماشي. الكلاب بتتصرف بشكل مختلف لانها ممكن تستجيب لنفس النبره حتى لو من شخص غريب. يعني لو شخص غريب نده الكلب باسمه عادي ممكن يتجاوب معاه، لكن القطط لا. ده غالبا لانها مش بتثق بسهوله في حد غير صاحبها، او مش فريندلي. مش بتثق في حد غير صاحبها اصلا، او لانها ببساطه مش متعوده على التعامل مع ناس غريبه. في الاخر الدراسه بتاكد ان العلاقه بين القطه وصاحبها علاقه خاصه جدا. كل قطه هي اللي بتبني تواصلها مع شخص معين، مش بتعمم طريقه التواصل دي مع بقيه الاشخاص. يعني مش عشان انت شايفها القطه حبوبه مع صاحبها فهتيجي تندهها هتيجي، اذا كان صاحبها اصلا بينده القطه ما بيجيش. بيكلمها اصلا يعني. نستفيد ايه بقى من الكلام ده كله؟ ان احنا اصلا ما نربيش قطط بصراحه. ايوه لا والله بجد. لا بس في ناس بتحب القطط عادي. يعني احنا مش، ما هي تتحب بس لا مش بس ما نربيهمش. يعني نربي سلحفه، مفهوم. نربي سمك. طب انت كلاب؟ تيم كلاب؟ انا تيم كلاب فرجه من بعيد، على يعني في محيط 3 كيلو حواليا ما يقربش الكلب.
3 كيلو متر. ده خوف؟ مش خوف قرف ولا قرف. امال انا اللي مش كويس. يعني انا اللي مش كويس. اتس نوت يو اتس مي. انا اللي مش كويس. مش مش البوبي. انت توكسيك. ليه؟ علشان بالبوبي يعني والتعامل مع بوبي. ما انا عندي سلحفه، عندي خمسينو توتي. ماشي عندي سلحفه والله خطير. هي يا جماعه اختيارات، هي اختيارات، وشوفوا انتوا اختياراتكم ايه. بس احنا قلنا لكم ان القطه تنكا يعني، فشوفوا انتوا حابين ايه. شكرا، باي باي. كنتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير.